السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي ومشتركي قناة جديد ضياء للتوظيف. هناك العديد من الانشغالات تم طرحها حول حقيقة إلغاء منحة البطالة بسبب التسجيل في مسابقة الدكتوراه. هناك مقال تم رفعه بجريدة النهار، حيث يذكر في هذا المقال: عرفت منصة بروغرس الخاصة بالتسجيل في مسابقة الدكتوراه إلغاء العديد من التسجيلات لمسابقة المزمع القيام بها منتصف شهر جانفي القادم. وقد أرجع بعض الأساتذة السبب إلى تخوف الطلبة من حرمانهم من منحة البطالة بمجرد إجرائهم لمسابقة الدكتوراه. وفي هذا الصدد، كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن منحة البطالة التي يستفيد منها الطلبة المتخرجون في حالة بطالة ستبقى ولن يتم المساس بها بمجرد التسجيل. يعني بمجرد تسجيلك في المسابقة لا يقصيك من الاستفادة من منحة البطالة، لكنها ستلغى آليا بالنسبة للطلبة الذين ينجحون في المسابقة. يعني بعد النجاح ستلغى آليا منحة الاستفادة من البطالة بسبب حصولهم على منحة الدكتوراه التي تصب في حسابهم كل 3 أشهر. وقد لجأ عدد كبير من الطلبة إلى إلغاء تسجيلهم عبر منصة بروغرس بمجرد خروج الإشاعة على منصات التواصل الاجتماعي. وفي هذا الصدد، قال طالب مترشح لمسابقة الدكتوراه تخصص علم الاجتماع الثقافي أنه سمع هذه الإشاعة وحاول إلغاء مشاركة، لكن بعد الاستفسار على مستوى جامعة الجزائر 2 أكد بأن النجاح في المسابقة والحصول على منحة الدراسة هو الذي يلغي منحة البطالة وليس العكس. يعني بمجرد الترشح فقط في مسابقة الدكتوراه لا يقصيك من منحة الاستفادة من منحة البطالة، لكن بعد النجاح، لأنه بعد النجاح يكون هذا الناجح يولي طالب دكتوراه، ومن بعد طالب الدكتوراه هذا يستفيد من منحة يسموها منحة الدكتوراه، يعني لابورس. هذه المنحة ستلغي منحتك، اللي هي منحة البطالة. أكون قد أتمنى أن أكون قد وضحت في هذا الفيديو. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. بكم وبدعمكم نصل ونتواصل بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.